السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. أكبر غلطة كل ال students بيعملوها هي إن هما بيدوا أغلب تركيزهم في الأمريكان للمدرسة ودرجات المدرسة، بدل ما يركزوا على امتحانات الأمريكان اللي هي السات أو الأكت أو الإي اس تي، على حسب أنت هتمتحن أنهي واحد منهم. بصوا يا جماعة، عايزكم تعرفوا حاجة مهمة جدا، ودي يعني كلمة خلي بالك منها، ونصيحة بالله عليك مهمة جدا جدا جدا. درجات المدرسة أو الجي بي اي دي حوالي 40% بس من التوتال سكور، وعايز أقولك ال40% دي أكتر حد بينقص فيها. أنا ما سمعتش عن حد جاب أقل من 36 من 40. تمام. فليه؟ لأن المدارس عارفة بمنتهى البساطة لو هما ما ادوكش جي بي اي كويس فهيتعرف، دي هتبقى سمعة للمدرسة. يعني المدارس اللي ما بتديش درجات المدرسة أو اللي هي الجي بي اي بنسبة كويسة بتبقى معروفة وسط المدارس، فاكشلي في ناس بتبطل تروح لها، لأن أنا إيه اللي هيخليني أروح مدرسة تديني درجات وحشة في الآخر وتضر المجموع بتاعي لما ممكن أروح لمدرسة تانية. عشان كده احنا أقل مجموع بنسمع بيه في الجي بي اي 36 مثلا ولا حاجة. تمام. ف ايه الكارثه بقى اللي بتحصل؟ تلاقي طالب جاي قبل امتحان السات مثلا، ولا اي سات او اكت او اي اس تي يعني، وجاي قبلها بشهر وسايب التركيز على الامتحان نفسه، ويقول لك اصلا انا بذاكر لامتحانات الكورتر، اصلا انا بذاكر لامتحانات الترم بتاعه المدرسه. بص، هو جميل انك انت تحاول تذاكر، بس اوعى تعمل الغلطة الشنيعة اللي اغلب الناس بيعملوها، اللي هي انك تدي قول مثلا 70% of your time لامتحانات المدرسة، وتذاكر لسات او اي اس تي او اكت 30% بس من وقتك. لا يا شباب، عايزين as much as possible ان احنا نقضي اقل وقت ممكن في في حاجات المدرسة، طبعا بما لا يضر. بما لا يضر. يعني لو انت مثلا تقدر تدي تلت وقتك للمدرسة وتلتين وقتك للسات أو الأكت أو الإي اس تي، ده أحسن سيناريو ممكن. تمام. ليه؟ لأن أنا زي ما بقولك، أنت تركيزك في المدرسة يعني هيخليك تجيب 40 من 36، اللي هو بالكتير بالكتير 4%. وده أصلا مش في الماجوريتي اوف كيسز. يعني الماجوريتي اوف كيسز ما بتديش، أو يعني أغلب المدارس ما بتديش أقل من 38 39، طالما هم شايفين بس انك بتحضر في المدرسة ومجتهد وكده يعني. فادي على الأقل تلتين وقتك للتحضير للإكزام، وخلي تلت وقتك للمدرسة. ما تديش المدرسة أكتر من حقها عشان خاطري. تمام. طيب، ده حاجة. الحاجة التانية، يعني حاول تخلي التركيز على المدرسة في أوقات امتحانات المدرسة. تمام. وحتى في الوقت ده بالله عليك حاول ما تسيبش مذاكرة امتحانات الأمريكان as much as possible. أنا عارف إنه مجهود كبير، أنا عارف إن هي حاجة متعبة، بس دايما افتكر سنتين بس من حياتك، أو يعني تركيز في grade 11 grade 12، وهيفرق معاك باقي حياتك كلها. فبالله عليكم ما نديش المدرسة أكتر من حقها. وطبعا مش بقولك ما تحضرش، يعني لا، احضر المدرسة عادي خالص، وركز في الكلاسز عادي خالص. بالعكس، انت كلاس زي الانجليش او كلاس زي الماث او حتى البيولوجي هيفيدوك انت اصلا في امتحانات الامريكان. تمام. لكن بالله عليك ما تديش المدرسة اكتر من حقها. تمام. دي نصيحة كتير من الستودنتس بيستغربوا لما يسمعوها، لكن يعني خدها من ستودنت بتاع American Diploma قبل كده، والحمد لله جاب مجموع مدرسة. يعني اسمع مني الحتة دي بالله عليك. آه، أتمنى يا رب إن أنا أكون أفدتكم إن أمكن. please تجنبوا الغلطة دي as much as possible, and I'll see you next time إن شاء الله. سلام عليكم.